بدكم وجبة بعد الدوام تكون سهلة وسريعة وطعمها كتير مميز وما بتاخد منكم وقت أبدا. هاي الوجبة هي المنقذة، طلعت أكتر من رائعة. أول إشي بمقلة على النار بنحط زيت زيتون، بنحط عليها شوية من البصل، بنحركه ليدبل البصل، بنحط فلفل ملونة بنحركهم، بنحط عليهم صدور الدجاج مقطعة صغير، تشكيلة من البهارات راح تلاقوها أسفل الفيديو. راح نحركهم كلهم مع بعض. بعدين لما يستوي الدجاج بحط معلقة كبيرة كاتشب، معلقة كبيرة باربيكيو صوص، وشوية من الكريمة، وهيك الحشوة صارت جاهزة. في صينية الفرن جبت حبات صغار من السندويشات، صفيتهم فتحتهم بهالطريقة وصفيتهم جنب بعض، وبعدين بلشت أحط فيهم من الحشوة بهالشكل. رح نعمل هلأ الصوص. علبة من القشطة، معلقة كبيرة من الجبن السائل، شوية من الفلفل الأسود، بنحركهم مع بعض ونبلش نصب فيهم على الحبات بهالشكل، بس بنحط كميات صغيرة. وبعدين بنحط جبنة موزاريلا بهذا الشكل، وبنحطهم بالفرن بس لتذوب الجبنة، ما ياخد الوقت، تقريبا 10